أثارت سيارة تحمل لوحة ترقيم أجنبية موجة من الغضب بعدما وثقت كاميرا المراقبة لحظة فرارها من إحدى محطات الوقود مباشرة بعد التزود بالمحروقات دون أداء المبلغ المستحق. ووفق المعطيات المتداولة، دخلت السيارة إلى المحطة بشكل عادي قبل أن يطلب سائقها تعبئة خزان الوقود، وبعد انتهاء العامل من عملية التزويد استغل السائق لحظة انشغال المستخدم وانطلق بسرعة كبيرة مغادرا المكان دون دفع ثمن الوقود، تاركا العامل في حالة صدمة. الحادثة وثقتها كاميرات المراقبة بالمحطة، ما سهل توثيق رقم السيارة ومسارها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتحديد هوية السائق وترتيب المسؤولية القانونية في حقه. تشير هذه الوقائع إلى أن كاميرات المراقبة ولوحات الترقيم الأجنبية لا تمنع من تتبع المركبة، خاصة إذا توفرت معطيات كافية لدى السلطات المختصة. وقد أثارت الواقعة استياء واسعا، خصوصا أن مثل هذه التصرفات لا تقتصر أضرارها على المحطة فقط، بل تمس حقوق العاملين وتلحق خسائر مالية بالمؤسسة، فضلا عن أنها تشكل سلوكا يعاقب عليه القانون. ويبقى السؤال الذي يطرحه كثيرون: هل سيتم تحديد هوية السائق ومحاسبته، أم أن الترقيم الأجنبي سيعقد مسار المتابعة؟